ولتطبخي في البيت دون ما كسل، فإن طبخ البيت حلو لا يمل. لا تطلبي من مخبز ومطعم، فذا مضر بالجيوب والفم. وعلمي البنات شغل المطبخ، لا خير في بنت إذا لم تطبخي. لا تسمعي للمرأة الكيوت، فإنها الخراب للبيوت. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. مبدئيا كده أنا بشكر كل اللي كتب لي تعليق وشاهد لي الفيديو. أنا بصراحة أنا كنت فاكرة إن أنا هنزل الفيديو، ما كنتش فاكرة إنها يعني مش هتبقى فيه مشاهدة واحدة، لا، لأن هو مش هيشاف أصلا الفيديو، لأن زي ما أنا قلت يعني إن كان ليا 7 شهور ما نزلتش فيديوهات، وقبل ال7 شهور برضو كنت منزلة فيديو، وقبلها بشهرين 3 يعني ليا اكتر من سنتين كده شبه ما نزلتش فيديوهين 3 على بعض. فانا كنت منزلة بصراحة الفيديو الاخير ده، فكنت فاكرة ان هو فعلا مش هتشاف اصلا، فالحمد لله. يعني اللي عرفته خلاص ان القناة متشافة، يعني ما اختفتش ولا حاجة. فبشكر اي حد كتب لي تعليق او مشاهد لي الفيديو. بس في مشكلة كده صغيرة، فانا بصراحة مش عارفاها. انا لما بخش على الاستوديو اليوتيوب فبلاقي المشاهدات اكتر وفي تعليقات كتير، فبس مش ظاهرة على تحت الفيديو. يعني المشاهدات والتعليقات ما بتظهرش على الفيديو، بشوفها على الاستوديو اليوتيوب. فدي عيب في الاعدادات ولا ايه؟ مش فاهمة بصراحة، يعني لو حد يعرف يعرفني في تعليق ولا كده. فحبيت انزل الفيديو ده معاكم، برضو هو متأخر شوية ومن ضمن الفيديوهات اللي هي من شهور، يعني الفيديو ده مش جديد، يعني شبه ده ممكن عيد الأضحى اللي فات، فمش اللي هو قريب اللي قبل، يعني عليه أكتر من سنة. فأنا دي بتسموها تقطيع أو حوايج الخرفان أو كده. فأنا بصراحة بحب أعملها طاجن وبحب أعملها كده يعني، بس دي مفضلة عندي خالص. عاملاها قبل كده على القناة اللي هي طواجن، اللي هي بالدمعة وفي الفرن وكده. فدي اللي هي سندوتشات، يعني معروف هي معروفة، بس بصراحة دي بالنسبة لي آه، رقم واحد يعني. تقولي لي ازاي؟ ما اعرفش، انا بحب الحاجات دي جدا يعني. فانا بعملها سندوتشات، هي زي برا يعني، بتتعمل برا بس تعمليها في البيت طبعا انضف واطعم مليون مرة يعني. فانا بعد ما بسلقها السوا يعني كامل، سويها سوا كامل، بعد كده بتصفيها، تاخد سوا كامل وتصفيها، وبعد كده تقطعيها الحتت زي الكبدة كده، وشوية زيت كده يسخنوا، تروحي ضيفة عليهم التقاطيع او زي ما بتسميها، وتشوحيها شوية، ومع فلفل حراج او من غير فلفل عادي يعني. فانا بحب احط عليها في الاخر شوية كزبرة كده خضر، يعني تديها نكهة وطعم. طبعا انت بتضيفي الملح والكزبرة الناشفة وانت بتشوحي فيهم، ما بتاخدش يعني 5 دقايق على النار بس، وتبقى بالشكل ده. والعيش المصري وتعمليها سندوتشات، بصراحة حاجة فظيعة. طبعا لازم اساسي جنبيها كوباية الشاي، يعني ما ينفعش من غيرها. فهنا كنت انا عملت كوبايتين شاي والسندوتشات دي، وكانت بصراحة فطار يعني. هتقولي لي ازاي؟ هقولك معرفش، دي كانت بالنسبة لي فطار، بس حاجة حلوة بصراحة. ففيديو بسيط وسهل، وبس من فيديوهاتي اللي انا بحبها بصراحة يعني. بس كده، وطبق مخلل جنبيه كده، وخلاص الدنيا تمام. بس فانا بشكركم تاني لمشاهدة الفيديو، واتمنى انكم تشاهدوا لي الفيديو ده كمان. انا حابة بس ان القناة ما تختفيش، يعني حباها ان هي تبقى موجودة على اليوتيوب، عشان الساعات لما القنوات بتساب او كده فترة ما بتنزليش عليها حاجة، فهي مع اليوتيوب بتختفي يعني، او درجة الساعات بتنزل خالص، فتضطر ان انت تجدد ال 4000 ساعة تاني
يعني هي كانت حصلت معايا قبل كده، قعدت سنة ما نزلتش فيها حاجة. فتلاقيت ال4000 ساعة اتمسحوا، ان هي بتتجدد كل سنة. يعني ان اللي بيشغل على القنوات على طول ما بيأهملش فيها، الساعات زايدة. لكن تسيبيها كده فبتيجي السنة ما فيش ال4000 ساعة كانوا عندي خالص خالص. ما فيش الاربع تجدد، ان انت تقعدي تجيبي 4000 ساعة تاني يعني. فبصراحة كانت بالنسبة لي المشوار صعب صعب يعني، وهي حاليا اللي بعاني منه.